عسلامة. ما كان لاحظتوش أني ديما أعتمد وصفة البات هذه في جل المعجنات اللي نعملها. البات هذه تعلمتها وقت عملت فورماسيون في مدرسة مشهورة، ويعتمدوا الوصفة هذه في جل المخبوزات متاعهم في المخابز وفي محلات صنع المرطبات، وهذه أنجح بات. أول حاجة نعملها ننظف 2 كعبات بطاطا ونقشرهم ونقصهم ونحطهم في كروانة، نزيد عليهم شوية ماء ونخليهم يطيبوا. بعد ما تطيب البطاطا نرفسها مليح ونقص حزمة معدنوس وزوز روس بصل جويدين، ونحط البصل والمعدنوس على البطاطا الطايبة ونخلط. نوزن 500 جرام فرينة و500 جرام سميد أرطب. إذا تحب العجينة تكون فرينة صافي ميسالش، وإذا كان لقيت العجين سايل شوية زيد شوية فرينة. نحط 600 مليلتر ماء دافي، 20 جرام خميرة فورية، 15 جرام سكر وزوز عظمات ما صورتش لقطة البيض. ونحط الفرينة والسميد يتعجنوا مليح. من بعد نزيد شوية ملح، نعاود نعجن، ومن بعد نحط 50 جرام زبدة ونعاود نعجن مليح. خليه يختمر، خلي العجينة ترتاح ونرجع للحشو. نحط عليها التن والهريسة والعظام الطايب، رشة فلفل أكحل وجبن. نخلط مليح الكل. بعد ما اختمرت العجينة نخرج منها الهواء وناخذ كل قطعة نحلها ونحط فيها الحشو ونلم الأطراف بالشكل هذا، وكل قطعة نعملها بالطريقة هذه. خليت الزيت يسخن وحطيت الفطائر باش يطيبوا على نار أقل من المتوسط. لازم يطيبوا معناها في عقلهم باش ما يطلعوش معجنين. نكرر نفس العملية ولازم العجين يكون طري بالشكل هذا. ملاحظة مهمة برشا وقت اللي تحل كل قطعة من العجين هذا، خاطر العجين طري لازم تدهن يديك بالزيت.